ازيكم؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده اعمل لكم وصفه ميكس ثقافات على طريقتي، انما ايه تجنن. هنعمل وصفه كوري ايطالي بروح مصريه. مكوناتنا سهله وبسيطه، ولو هتعلقولي على صوص الاويستر انه مش متاح عندكم فهقول لكم اني قلت كتير قوي ان ازازه واحده منه بس بتعيش حرفيا شهور وممكن كمان لسنه، لاننا مش بنستخدمها بشكل يومي، فهندفع مره واحده بس وهتعيش معانا كتير باذن الله. يلا سوا نبدا مع بعض بتتبيله الفراخ. هحتاج لبصلايه حمراء وفلفلتين خضر صغيرين وطماطمايه، وهتبلهم ببهارات عبارة عن نص معلقة صغيرة من الروزماري ومعلقة صغيرة بابريكا مدخنة ونص معلقة صغيرة زنجبيل ومعلقة صغيرة من السبع بهارات وفلفل أسمر بسيطة على حسب الرغبة ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وربع معلقة صغيرة قرفة وملح حوالي معلقة صغيرة مصر ومعلقة كبيرة من صوص الأويستر. قلبت كله مع بعضه وتبلت الفرخة كويس قوي. وهدهن الطاسة زيت خفيف وهنزل بالفراخ اديها صدمة وتاخد لون من اتجاه الجلد كده لمدة 5 دقايق، وبعدين هقلبها على الناحية التانية تاخد لون برضو. وهنزل فوقيها بباقي التتبيلة تكمل سوا فيها، وهحط حوالي 3 كوبايات مية، وبعد حوالي 35 دقيقة كده هفتح على الفراخ واشوفها هلاقيها تمام معايا، فنعلي النار دقايق الصوص يتشرب ويتقل معايا اكتر ويغلف الفراخ وبس خلاص. ويلا بينا عشان نحضر المكرونة مع بعض. هحتاج كيس مكرونة سباجيتي هحطه يتسلق في 4 مجات ميه، وبعد السلق هشيل مج ميه على جنب. هنشوح المشروم في شويه زيت لحد ما يتخلص من اي سوائل فيه، وبعدين هنضيف شرايح البصل وهقلبهم مع بعض كده دقيقتين، وهنزل بعدها بشرايح الفلفل الالوان وكل ده على نار عاليه. وانا هنا استخدمت نص فلفله حمراء وزيها صفرة وقطعتهم شرايح رفيعه خالص، وبصلايه بيضه متوسطه الحجم وقطعتها برضو شرايح. والبهارات هتبقى عبارة عن نص معلقة صغيرة زنجبيل ومعلقة صغيرة مليانة توم بودرة ومعلقة صغيرة مليانة كزبرة ناشفة ونص معلقة صغيرة فلفل اسود و3 معالق كبار صويا صوص غامقة و3 معالق كبار من صوص البلجوجي ومعلقة كبيرة اويستر صوص. وانا هبقى ان شاء الله اعمل معاكم صوص البلجوجي ده بدل ما تشتروه بعد كده. وفي الاخر خالص هضيف المكرونه ومج الميه اللي كنا شايلينه على جنب وبس كده، ونبدا نغرف ونقدم ودوقوا احلى اكل هيعجبكم جدا باذن الله، وبالهنا والشفا.